تيست 1 2 3. اصحى يا منطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، أنا جاي أعمل الفيديو ده عشان 3 حاجات لا رابع لهم. الحاجة الأولى عشان أعوضك عن الفيديو اللي فات اللي أنا حسيت إن أنا كنت مطبق وبتاع ومهبط. طب أنا ليه صورت الفيديو للناس بالوضع ده؟ طب ما أنا كنت استنى اما افوق. المهم إن أنا فوق، فقلت أعمل لك فيديو أي خدمة. الحاجة التالتة بقى، ولا دي التانية؟ لا دي التانية. دي التانية. ربنا نصرني. الحاجة التانية ان اقول لك اتأكد انك مفعل الاشعارات عشان تشوف الفيديو بتاع الاسبوع الجاي. فيديو الاسبوع الجاي انا اول مرة اعملها، ان انا اعلن عن فيديو هينزل. عارف الفيديو اللي هو ايه؟ انا فخور ان عملت فيديو ده فيديو من الفيديوهات اللي انا هبقى فخور ان شاء الله ان انا عملتها. ففعل كل الاشعارات، اتأكد انك مفعلها. الحاجة التالتة، عايز احكي، انا عايز اصيح، عايز اقول على اللي حصل معايا النهارده. انا كنت جاي بالموتوسيكل بتاعي وماشي في امان الله، وماشي بقى ايه، يا ماشية وهي رحلان يوم المهم ماشي في حالي في الطريق، فجأة لقيت خناقة وشايف شاب صغير لوحده وفي 3-4 شباب معاهم بنات والنمرة مرسومة، وانت فاهم اللقطة. فأخوك بيجي منه في الحاجات دي. لا بيجي منه والله، انت بتبص والله بيجي منه، ما تقلقش، اتحط في موقف زي ده ومالكش دعوه. المهم ان انا ايه، رحت مفرمل ونازل، قلت لا الواد حرام يعني، معمول عليه نمره وبتاع، وكل اللي عايز يرسم نفسه قدام اللي لا تعالى يا كابتن انت وهو في مالكم ملمومين على الواد كده وبتفتروا وبتاع المهم ايه، الكلام راح وجه. فجاه لقيت الواد بيقول لي ايه يا عم وانت مالك اصلا؟ قلت له انا مالي ايه، ابن عمي ده اللي بتتخانق معاه، انت مجنون ولا ايه؟ قال لي هو فين ابن عمك ده؟ بدأت أحس إن في هوا جاي من ورا. يعني الدنيا بقت طراوة فجأة وإحنا في عز الحر. فببص على ابن عمي اللي أنا بقول عليه، لقيت الواد في آخر الشارع واخدها جري. بص، هو في 30 ثانية عدوا على دماغي على إنها مثلا 30 سنة ضوئية. في حاجات في دماغي كتير، مش عارف أقول إيه، عمالة طب وشكلي وبتاع وحاجات كتير عماله تدور. فجت في دماغي فكره بقى اللي هو ايه، هقول له يا باشا ده راح يجيب الرجاله، ده انت هيطلع. وقلت اشد على المشد، والعيال هي هتقلق ان الواد راح يجيب رجاله وبتاع. إيه الحمد لله قبل ما انطق راح الواد قال لي بص يا صاحبي، انا هحترم الموقف اللي انت عملته، موقف رجوله وكل حاجه، بس خلي بالك الواد ده عاكس خطيبته وانا ماشي، فكان ممكن اعمل معاك انت الغلط دلوقتي، بس انا لاجل الايه فاهم الرجوله والموقف اللي انت عملته انا هسيبك. وراح سايبني وماشي. قلت له خد، طب هقول لك. اول ما بص لي بيقول لي ايه، قلت له اوعى تنسى. قال له هو انسى ايه؟ قلت له اوعى تنسى تدعي لاخواتك بالنصر وتدعي لابويا بالرحمه. وعزيز الصديق اهلا بيك. السلام عليكم. الموقف حصل بجد، يعني الموقف انا استغليته عشان اعمل دخله، بس والله ده حصل بالملي، وابن الجزمه جري وسابنا حقيقي. بس المهم زي ما قلت لك، اوعى تنسى تفعل كل الاشعارات، اوعى تعمل شفت البلوه، اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو ده. اعمل لايك للفيديو ده وتعال نشوف معانا ايه النهارده. بتاعنا سيوه. عمرو بيلا بقى، البدايه تبقى عمرو بيلا. عموما هي بدايه غير مبشره بالمره، لان عمرو بيلا في الغالب بياكل كده. فالمشكله انه بياكل نوى، بياكل بلح، فممكن النوى تعال نشوف عمرو بيلا عايز ايه، لانه مكتوب على البتاع ايه، لما اعرف ان نفسها فتى احلامها يكون ملتزم دينيا. انا على الستوري. فانا بحب البلح، انا بحب افطر ب7 بلحات الصبح، لان النبي عليه الصلاه والسلام وصى ده، قال لك من اصطبح ب7 تمرات. ايه؟ من اصطبح ب7 تمرات. انا مش قلت لكم بدايه غير مبشره من اصطبح ب7 تمرات لم يمسه سحر ابدا. الحديث ده انت ما قريتوش، انت قضيته يا معلم. استغفر الله العظيم يا رب. فانا بحب الصبح يعني افطر. اهو والله هو نفسه مخه من جوه ما اقتنعش بالكلمه لما جاي يقول بقى عشان كده انا بحب اصطبح. فاهم، ما جاتش معاه، راح قال ايه، افطر ب7 بلحات. فانا بحب الصبح يعني افطر. واضحه كده ربنا خلق لنا عقل، يعني حتى لو انت كبني ادم بتستخدموش، يعني انت راكنه، فبيضطر لما يحصل غباوه بزياده، بيحصل في جليتشات كده وكهرباء زياده، فبيعدل لك. من اصطبح ب7 تمرات. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. المراية اللي تطلعك وحش ما تبصش فيها تاني، فاهمني؟ في الحقيقه لا، لان انا بيتهيألي كل المرايات واحد. المرايه هي انعكاس لحقيقتي، فانا لو بصيت في المرايه دي ولقيت شكلي كده، لما هبص هنا مش هلاقي عينيا خضرا، لا. فانا عارف ان انت عايز توصل حكمه، بس مفيش حكمه بجد. يعني هو مش كل اللي بقى قدامه مايك من اللي بيطلع الصوت، ولكن الان بقى
ما تطلعش تقول حكم، احكي قصص، هات قصص من على النت واحكيها يا عم يلا. انت فاهمني؟ ومؤمن ابن أحمد ابن محمد في خطوبة؟ في خطوبة إن شاء الله. علي بن شادية وفاطمة بنت فوزية هل في رجوع وصلح؟ في رجوع وصلح. ليلى بنت فاطمة في زواج مع كمال بن زكية؟ أيوة في زواج. ده ايه ده؟ برنامج كله ماشي، برنامج كله هيتراضى باذن الله. مبدئيا قبل ما نهزر، كذب المنجمون ولو صدقوا او صدفوا، يعني هو ايا كان هي كذابه، فاهم؟ لان مفيش حد بيتنبأ الغيب او المستقبل غير ربنا، محدش يعرف الغيب غيره. فهذه تكذب او تكذب. انا مش بص، هو انا اخري في اللغه الفصحى ان الذال اقولها ذال مش زال، غير كده ما تدقش. عائشة الأسد ونواف القوس في صلح ورجوع؟ في صلح ورجوع. ضحى الدلو وعلي جوزاء مطلقين اكو رجوع قريب؟ اكو رجوع قريب وقريب جدا. جدا. هي ضافت المره دي، مش قريب بس، ده قريب جدا. اكو رجوع قريب وقريب جدا. ده يعني دي بتكسل يعني ترد رد من عندها. هو الراجل طلع مثلا مش مصري، قال لها اكو رجوع قريب. اكو رجوع قريب وقريب جدا. إيهاب ابن صباح في تصالح ما بيننا؟ في تصالح ان شاء الله وعتاب. بص، اللي يغيظك ايه؟ كل اللي سألوا دول هم مش كاتبين كومنت كده وبيسألوا، لا ده انت علشان تسألها وتشوف سؤالك والشخص اللي ورا الكاميرا ده يقول لها سؤالك انت بتدفع، فاهم؟ انت داخل لدكتور بتكشف عشان تقول له انا سخنه يا دكتور، يقول لك اكو انت سخن، انا حاسس باللوز، اكو اللوز طلع. حياتي بقت اجمل كتير. انا انتوا بتدفعوا ليه؟ في فيديو يا جدعان انا شفته دلوقتي، يعني في خدنا فاصل كده وقعدت انا وحماسه بنتمحص على الاكسبلور عشان مش كل اللي بيظهر بنعرضه لكم. فعارف انت الفيديوهات بتاع ايه؟ بتصرفي كام في اليوم؟ كلهم طبعا انتوا عارفين بيقولوا ايه، والله 20,000 جنيه في اليوم، بفول البورش بتاعتي ب 70,000 وبفطر ب 200,000، المهم اخر اليوم يعني ما بقفلش المليون عشان كده وبتاعه. لقيت واحده بتقول ايه بقى؟ انا لوحدي 10,000 في اليوم. دي الجمله العاديه اللي كلهم بيقولوها، انا 10,000 انا 20,000 وبتاع. بس الكومنت اللي هي ضافته على 10,000، بص بتقول لك ايه؟ لا ما حرام، ليه افور؟ ليه؟ لا هو 10 في اليوم. انا بقالي ساعه بنهج، انا جالي كرشه نفس من الكومنت اللي ضافته. بس والله حرام، يعني ليه افور؟ ليه افور؟ هم كفايه 10,000. لا ما حرام، ليه افور؟ ليه؟ لا هو 10 في اليوم. بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي. طب بص يا جدعان، احنا ملناش دعوه بحد ولا بنبص في حياه حد خالص خالص بجد، بس انا تعبان انا كده. طب هوريكم حاجه، والله ولا هكشف سر من اسراري. بص يا صاحبي، كل دول بره، فاكرين المايك القديم؟ المهم كل ده بره القصه. هي دي القصه، دي القصه. لا ما تفكرنيش اقول لك معيش غير دي، انا معيش دي اصلا. بس هي الفكره ان دي، انتوا عارفين ال10 جنيه القديمه الجديده دي لو فيها اي قطعه او اي لزق ما بتمشيش، يقول لك لا يابا الجديده دي ما بتروحش بتاع. فالمهم مش عارف هو باين عندك ولا لا. بص هقول لك والله العظيم لو اوريكم بقى، جابت اخرها. بص يا صاحبي، شايف ده؟ هي مقطوعه نصين. فالمهم ان ايه، انا لبستها وهي متلزقه كده، حتى باين. شايف انت العلامه الشفافه المفروض علامه واحده، في واحده طلعت لها من المهم ان انا مخبيها عندي، يعني ما هنش عليا ارميها، مخبيها لغايه ما يجي العيد واضحك على اي عيل صغير واديها له على انها العيديه. مستحرمه اكتر من 10,000 في اليوم عشان حرام. الشارع اللي وراه مش هيقلك، وربنا مستنيك الساعه 7 عند الجامع. ماله الواد ده؟ بس هجيله هجيله. هو ماله اتأخر ليه؟ ما اقدرش اتاخر عليك يا جميل، بس تصدق انا زعلان. بص كده، لو احنا بعاد اكيد راجع. ولو ايه يا اسطى التلوث البصري ده؟ والله بجد الواحد بيحس ان عينيه فيها تراب لما بيشوف الحاجات دي. بعاد اكيد راجع. ولو ده التعال مستفزه والله العظيم. دي عيله صغيره، يعني بعيدا عن الطحش الكبير ده، بس البت صغيره يا جميل مش هتروح ولا ايه؟ لو كده انا رايح لواحد صاحبي. يا بنتي ليه بتغفل ابوك واخوكي كمان؟ شفت ان يبقى صاحبي بتغفل ابوها واخوكي كمان يعني ما بتغفلش اهلها يعني. والله لا اقول لهم. خلص ما تفهمش ده ايه وجوده على النت ده، ولا وجوده في العموم ايه، ما تفهمش. واحد طحش كبير جايب عيله صغيره حرفيا
تاخد ال10 جنيه اللي انا شايلها دي في العيد عادي عادي جدا وتبقى فرحانه وعامل معاها قصه حب. يا اسطى دي قصه حب شباب تبقى كبيره عليها. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. استغفر الله العظيم يا رب. والله انا ما كدبتش لما قلت اعوذ بالله من الانسان العبيط. ما هو اصل خلي بالك الانسان العبيط ده يضرك ضرر انت ما تتخيلوش. طب تخيل ان ده فيديو المفترض من الرؤيه اللي بره كده ده ما شاء الله ده العيال بتدعو للدين، لقوا واحد بيصلي فاجتمعوا معاه وهذه هي الصلاه وبتاع. المفروض ده الفيديو ده بيعلمك كده. لا، تخيل انت فيديو بيعلمك الكلام ده، اما بتشوفه بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او استغفر الله العظيم. انت بتستغفر ربنا عشان فعل يبان ان هم بيقولوا لك روح اتعلم دين. ده مش بيعلم الدين، ده بيطلع الدين. يخرب العيال دي تخليك تشجع فكره المليار الذهبي. والله استغفر الله العظيم. اللي بعده استنى أبح، سيب المنطقة نايمة، يا جماعة وليد أبح هو موهبة جاية، موهبة تساعد على حملة لا للإنجاب. حرفيا هي كلنا مش نعمة بنت مصطفى حنفي تخصني. وليد يا جماعة هو موهبة من المواهب المدفونة واللي بجد لازم كلنا نتكاتف ونكمل دفن عليه. بس عزيزي المشاهد تقدر تقول ان احنا خلصنا، بس قبل ما اقفل عايزك تكتب حاجه في التعليقات كده اعرف بيها مين اللي بيكمل لغايه الاخر ومين لا. اكتب في التعليقات اكيد مش هو. بس عايزين بقى الجماعه اللي ما بيكملوش بقى يعرفوا في ايه بقى اكيد مش هو ده اللي هو ايه وبتاع. عايزين نعمل حركه كده، فبعد ما تكتبها اكيد انت ما تنساش تعمل لايك. بس الاهم اوعى تنسى تفعل جرس الاشعارات عشان الفيديو اللي هينزل الاسبوع الجاي. والاهم بقى تعمل لايك للفيديو ده. انت لو عملت لايك للفيديو ده هيجي لك اشعار بالفيديو الجاي من غير حاجه، يعني يوتيوب هيفهم ان انت مهتم. وبس خليك كبير.